معانا السيد محمد بن همام. لا يبقى خلاص نسكت بقى يا ابو جاسم. نسكت بقى. الو. خير يا كابتن، زي الحال؟ ازيك يا ابو جاسم؟ وحشني جدا. يطول لي عمرك ويخليك حبيبي، انت ازيك؟ الله يخليك. تحياتي الاستاذ عصام سالم صديقك ليك. الله يسلمك، سلم لي عليه يا معلم، سلامة كثير. مساء الخير يا كابتن. الله يخليك يا ابو جاسم. اهلا بيك. وتحيات الكابتن جمال غندور ليك. مساء الخير يا كابتن. ابو جاسم مساء الخير، اهلا بيك وبالتوفيق ان شاء الله. يعني انت ضامن يا كابتن يا استاذ محمد في الاستديو 3 اصوات مبدئيا؟ الله يعطيني ان شاء الله دائما محبتكم. احنا كاتبين الطاقه الرئيس الاتحاد الاسيوي لكره القدم، عايزينها 1 يونيو ان شاء الله تبقى رئيس الاتحاد الدولي، وكما قالت ام كلثوم كان حلما فخاطرا فاحتمالا ثم اضحى حقيقه لا خيالا باذن الله يا ابو جاسم. ان شاء الله يا سيدي، دعواتكم ان شاء الله، دعواتك للمحبين. طمني الموقف عامل ازاي دلوقتي؟ والله الحمد لله، اعتقد انه يعني نسير في الطريق الصحيح ان شاء الله. اعتقد انه يعني اسيا راح تكون يعني معانا، وافريقيا راح تكون معانا، فيعني الباقي على الله. نشوف طبعا عندنا كل شهر مايو نركز ان شاء الله على القارات الاخرى، لكن ان شاء الله يعني ان شاء الله الامور مطمئنه وتبشر بالخير. طب زرت الكثير من البلدان الافريقيه، كيف ترى الامور؟ والله جيده جدا، والله جيده جدا. يعني في هناك تعاطف كثير وتجاوب كثير، لان في منطق وفي مبرر لهذا الترشيح، واتصور ان شاء الله ان شاء الله. نعم. طيب السؤال الاول على الهامش، هل بالفعل كانت هناك تهديدات بسحب تنظيم قطر لكأس العالم بعد اعلان ترشحك النهائي ودخولك؟ وخلاص ما حصلش؟ لا ابدا مستحيل يعني. شائعات. ومستحيل يكون، مستحيل انه يحصل يعني. صحيح. مستحيل انه يحصل يعني. قول لي من ابرز المساندين لك في حملة الترشح والدعاية والجولات؟ والله يا اخي الاخوان الاحباء كلهم امثالكم. يعني صراحه انا الان يعني في جولاتي الافريقيه معي كابتن هاني ابو ريده على طول، مع طارق على طول. ويعني الحقيقه ايش اقول لك، يعني صراحه انا احس بنفسي اني انا اولا مشروع عربي طبعا، ثانيا مشروع اسيوي وافريقي. يعني انا حاسس بنفسي كذا، يعني حاسس بنفسي اني انا يعني مدفوع دفع للنجاح ان شاء الله. نعم. طب يعني اعلم جيدا ان القاره الافريقيه معظمها ان لم يكن كلها بيؤيدك، لكن ماذا عن القاره الاسيويه يا ابو جاسم؟ كذلك يا كابتن احمد، كذلك ان شاء الله يعني راح تكون مسانده. ويعني تعرف دائما انا كان عندي خلاف او اختلاف مع شرق اسيا. يعني هالمره شرق اسيا طبعا يعني تخلى عن كل تحفظاته، وطبعا اعتقد انه يعني حتى يعني هو المحل الوحيد، او هي يمكن الزون الوحيد او الجزء الوحيد من القاره الى الان اللي طلع بدعم علني يعني. بيمثلوا كم صوت؟ القاره الاسيويه فيها 46 صوت، هم 9 بس. هم ثقل كوريا واليابان والصين، تعرف هي دائما يعني ثقل في شرق اسيا، يعني في نص اسيا هذا هم الثقل. نعم. والثقل الثاني اللي احنا نمثله يعني كدول عربيه. طيب بمناسبه الدول العربيه، طمني موقف الدول العربيه الان، كيف تسير الامور؟ والله ان شاء الله يعني نتمنى ان شاء الله كابتن احمد، وانت اول واحد تتمنى، والاخوان اللي معك نعم اول ناس يتمنوا ان الدول العربيه هي اللي تكون يعني حامله المبادره. على العموم يعني احساسي المطلق بان الكل مساندين. هل البحرين خلاص اصبحت من المؤيدين؟ الشيخ احمد الفهد اعلن تأييده ليك على ما اعلم يعني. عايز اعرف الموقف الاردني، البحريني، الليبي. والله انا يعني الحقيقه ما في عندي يعني ادنى شك، يعني خليني اقول لك يعني واحد البحرين طبعا 100% الشيخ سلمان نعم رئيس الاتحاد على اتصال على طول معاي، وهو مساند ومؤيد. سالتني عن الموقف الليبي. والليبي طبعا ليبيا يعني اتصور ان شاء الله انها تكون يعني معي في حملتي هذه. سالتني عن الاردن.
ايضا يعني التمنيات طبعا موجوده، وان شاء الله يعني ما راح يخذلون ان شاء الله. طيب الموقف في اوروبا، البعض متصور انه اوروبا كلها ستكون مع منافسك بلاتر، ولكنه مع الاعلان الانجليزي بتأييدك ادانا الكثير من الامال انه الموقف الاوروبي بعض الدول الاوروبيه ستحذو الموقف الانجليزي. حقيقة يعني من الدول الكبرى ما اتوقع انه يكون معي غير في انجلترا، في اوروبا ما اتوقع يكون معي غير انجلترا. لان طبعا كل واحد له حساباته وله نظرة معينة للانتخابات، خصوصا لما تكون على رئاسة الاتحاد الدولي، وخصوصا لما تكون على رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية. يعني في بعض الناس بينظروا انه والله هذه مراكز يجب ان تظل مع اوروبا، في خصوصا في اوروبا. لكن ربما تكون هناك بعض الدول الصغيرة يعني اللي يعني ما عندها النظرة شوي المتطرفة بتكون معنا. يعني عموما احنا صراحة مش متفائلين كثير في اوروبا. يعني احنا نتوقع اذا اخذنا بين 5 و10 اصوات من اوروبا يكون يعني حققنا انجاز. اوروبا 52 صوت يا ابو جاسم؟ 53 صوت. 53 صوت. امريكا، قول لي القارتين يعني امريكا وامريكا الجنوبية الموقف عامل ازاي هناك؟ طبعا هي يعني انا بالنسبه لي، واعتقد حتى بالنسبه لمنافسي، بيضه القبان راح تكون بيضه القبان على ما قالوا راح تكون امريكا الكاريبي. يعني اللي هي الكونكاكاف. الكونكاكاف هو الامريكا الشماليه، امريكا الوسطى وجزر الكاريبي، ودول الكاريبي. الجزر الكاريبي هي الاكثر، تقريبا حوالي 25 او 26 جزيره. هذول يعني هي اللي راح يحددون من الفائز، سواء انا او السيد بلاتر. الى الان انا اتصور انه يعني لي حظوظ كثيره وياهم، واعتقد ان ايضا منافسي يعتقد ان عنده حظوظ كثيره وياهم. نعم. فاحنا يعني انا يعني ان شاء الله يعني شهر 5 كله ساكون هناك، عندي اتصالات جيده مع الاخوان. لكن ايضا تعرف الزيارات الشخصيه وشرح البرنامج والمناقشه والسؤال والجواب، يعني هو اللي ممكن يقنع الناس بالمرشح هذا والمرشح ذاك. اعلم دور هنا بوريده جيدا معاك ودور السيد محمد روراوه ايضا. ماذا عن عيسى حياته؟ والله تعرف عيسى يعني اعتقد انه صراحه هو يعني واقف في الحياد بين المرشحين، يعني مثل بقيه رؤساء الاتحادات القاريه. ما حد منهم جاء يعني الى الان بشكل معلن مع مرشح من المرشحين. اتصور انه يعني نفس الكلام اللي انا اسمعه يسمع السيد بلاتر. لكن بيجي فتره من الفترات قبل الانتخابات كل واحد منهم راح يعلن موقفه الشخصي. يعني هل تتوقع انها تحسم من الجوله الاولى ولا احتمالات الاعاده وارده؟ لا ما اتصور ان واحد منا راح يقدر ياخذ ثلثين الاصوات من الجوله الاولى. يعني اتصور ان الجوله الاولى راح يكون فيها اغلبيه، واتمنى ان شاء الله ان لا اكون صاحب الاغلبيه، لكن ما اتوقع اني اوصل للثلثين، لان هو الانتخابات طريقتها في الجوله الاولى لازم المرشح يحصل على الثلثين عشان يحسمها. وشايف ان ده صعب؟ اذا ما حصل على الثلثين انا اشوف انه صعب صحيح. اذا ما حصل على الثلثين تصير الاعاده وبعدين بالاغلبيه البسيطه، بحي الله اغلبيه يعني. نعم. طيب قبل ما اسيبك الاستاذ عصام، يعني عايز اسالك ايه المطلوب مننا كاعلام مساند لابو جاسم، لصديقنا، لصديق الجميع، اللي نقدر نعمله عشان ما نبقاش بنخاطب نفسنا فقط لا غير؟ ما هو المطلوب من اجل زياده الدعم المعنوي اللي احنا نقدر عليه، زياده الدعم الاعلامي لمساندتك، خاصه انه العد التنازلي اقترب بشده. احنا بنتكلم في اول يونيو، يعني بنتكلم في حوالي 45 يوم او اقل من كده. والله يا كابتن احمد، طبعا احنا ما نتكلم عن صداقه، نتكلم عن ابن واخ. يعني اتصور اني انا مرشحكم. نعم. كلكم. فانا اعتقد ان كل واحد فيكم يعني عارف الدور، او يجب ان يكون عنده نوع من دور يلعبه في سبيل تغليب يعني مرشحه. نعم. انا اتصور صراحه انتم ما راح تكسرون يعني، وانا صراحه مطمئن جدا وراضي جدا عن اداء الاعلام العربي بصفه خاصه في دعمي. نعم. يعني كون انك انت اليوم تخصص هالحلقه يعني لهذه المناسبه وتكلمني
في هذه المناسبه وتستضيف اخيان عزيزين عندك لهذه المناسبه. انا اعتقد ان هذا يعني دعم يعني اكثر مما انا استحقه. لا والله ده اقل واجب، انت راجل صاحب ايادي بيضاء ولك رؤيه. اتوقع يعني بدون ما اطلب انتم قاعدين تعطوني الكثير. طيب استاذ عصام عايز يسالك سؤال. ابو جاسم، اولا انا تشرفت بحضور اكثر من لقاء بينك وبين بلاتر، وكنت اعلم منذ سنوات طويله ومنذ ان ساعدت في نجاح بلاتر لرئاسه الاتحاد الدولي عام 98 مدى وعمق العلاقه التي تربطك بهذا الرجل. السؤال الان يا ابو جاسم، كيف تحول التحالف الى تنافس؟ ولماذا تحولنا هذا التحول في نهايه هذا يا كابتن، هذا كابتن سؤال ما في داعم من بغيت. نعم نعم. لكن خليني اقول لك ابدا، وانا اتصور اني لا زلت صديق السيد بلاتر، واتمنى اني اظل صديق السيد بلاتر سواء في الانتخابات او ما في الانتخابات. بس اللي انا اعتقده ان لكل شيء نهايه، واعتقد يعني السيد بلاتر خدم الكره العالميه من خلال منصبه كسكرتير للاتحاد الدولي على مدى 22 عام، وخدم الكره العالميه من خلال منصبه كرئيس الاتحاد الدولي في اخر 13 سنه. اتصور انه يعني هو ادى اللي عليه وزياده. انا صراحه الكره اعطتني الكثير يعني وعملت مني يعني من انا اليوم. نعم. وخدمت حوالي 40 سنه. وصار عمري اليوم 62 سنه، يعني شهر 5 ادخل 62 سنه. ما شاء الله. عندي شيء، عندي دين اريد ارجعه على الكره. إذا ما استغليت الفرصة هذه ولا أخذت فرصتي اليوم في الانتخابات القادمة، أعتقد أن لن يحصل أبدا. نعم أبو جاسم، هذا صراحة هذا نعم. ببساطة يعني. هل كونك عربيا ممكن أن يقلل من فرصك بالفوز بهذا المنصب؟ اطلاقا الحقيقه يعني مش قضيه ان عروبي او عربي او شيء من النوع. لا، انا اعتقد ان في هناك صراحه كثير من الاصوات اللي سمعناها الى اليوم انه يقولون خلوا الاكفأ هو اللي يجي على المنصب او يتقدم. اليوم في ناس كثير اذا بنتكلم على غير اوروبي او غير اوروبي، في ناس كثير يقول لك تعال ليش المنصب يعني يكون حكر على قاره واحده والقارات الاخرى يعني ما يكون لها نصيب. نعم. فلذلك يعني انا صراحه حتى من هالمنطلق انا اعتقد ان عندي حظوظ كثيره بكون اني ساكون يعني مرشح للقارات الاخرى، للكاريبيين، للافارقه، للاسيويين، ربما للاقيانوسيين. لان اخواني خليني اقول لكم صراحه يعني مجرد ان في واحد يعني يتجرأ، استخدم يتجرأ مع ان صح ما فيها شيء، يتجرأ وترشح لهذا المنصب، يفتح افاق للاخرين من القارات الاخرى، ويعني انهم يتقدموا لاعلى المناصب الرياضيه. طب انا عايز اسالك سؤال. اذا انا اعتقد انه ما في حد راح يخجل انه يتقدم للترشح لاي منصب. عيسى حياته لما تقدم للترشيح لاي كنا ضامنين اصوات القاره الافريقيه وجزء كبير جدا من اسيا، ولكن خذلونا البعض في هذه الانتخابات. يعني هذه الأخطاء اللي وقع فيها من قبل أحد المرشحين المتنافسين لبلاتر، قدرت تعالج هذه الأخطاء وتسد هذه الثغرات؟ إن شاء الله. يعني صراحة الأستاذ عيسى، الأخ عيسى يعني لا شك انه كفاءة وكان يعني شخصية ممكن يكون يعني انه يقود الكرة العالمية. نعم. لكن انا اعتقد الخطأ اللي وقع فيه الاخ عيسى ان الوقت ما كان مناسب. نعم. لان الوقت مش وقته. والشيء الثاني انه قبل ان يكون مرشح الاخرين مش مرشح نفسه، يعني يعني تقدم بناء على دفع. يعني تعرف هو في 98 كان نزل السيد يوهانسون وما حالف الحظ، فصار في رغبه عند الاخوان اللي دعموا يوهانسون في الانتقام، فحصلوا يعني ودفعوا الاخ عيسى دفع انه يترشح. لكن هل كان الاستاذ عيسى مهيأ ذاك اليوم انه يترشح؟ اعتقد انه ما كان مهيأ، واعتقد انه يعني استعجل. وانا قلت له شخصيا في ذاك الوقت يا اخ عيسى انتظر لغايه 2006 وان شاء الله. ذاك الوقت ما كنت لسه رئيس الاتحاد الاسيوي، قلت ان شاء الله جاي رئيس الاتحاد الاسيوي، متاكد اني انا بحط يعني كل امكانياتي تحت تصرفك، وانا متاكد انك راح تنجح.
طبعا هو يعني حب انه يعني ياخذ فرصته في ذاك الوقت. في حالة توفيقك ان شاء الله هل ستستعين بخدمات بلاتر كرئيس فخري كمستشار للاتحاد الدولي، والعكس لو لا قدر الله لم توفق ستستمر في خدمة الاتحاد الدولي؟ نعم، انا عضو في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ساستمر، نعم. وعضو رئيس